انا عايزه ايه، انا محتاجه ايه في العلاقه دي. عادي، ما يرفضوني، ايه المشكله يعني؟ احنا مش بندفع تمن للناس عشان يحبونا. الشخص اللي بتعمله 50 حاجه كويسه وترفض تعمله حاجه واحده بس علشان ما كانتش مناسبه ليك فيتغير عليك. مش بنتكسف نعمل ده علشان ما يبقاش اسمنا بتوع مشاكل، لا. انت مش على راسك بطحه. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا جميعا بخير. يعني ايه شخص بيبول بليزر او شخص يسعى لارضاء الاخرين؟ بيعتقد ان بناء علاقات اجتماعيه ناجحه بيكون عن طريق ان هو يرضي اللي حواليه. هو بيعتقد ان ده شيء عادي وكويس جدا وما فيهوش اي مشكله، وبعدين يفاجأ بالعواقب والتبعات الكارثيه. خد عندك فشل ذريع على الجانب المهني. الشخص ده ما بيكونش محبوب في النهايه، بالعكس هو بيكون مهمش، بيكون عرضة للاستغلال، بيكون شخص invisible. مش ادي الجانب الاجتماعي كمان باظ. اللي بعده الشخص ده في نهاية الأمر هيحترق نفسيا. وطبعا أنا مش هسيبكم طبعا تقطعوا شرايينكم، أنا أكيد جايبه لكم حل. أول حاجة إحنا محتاجين نغير المايند سيت بتاعنا من الناس عايزة إيه، أنا هرضي الناس إزاي، هعمل عشانهم إيه، لمايند سيت جديدة خالص. أنا عايزة إيه، أنا محتاجة إيه في العلاقة دي. هي العلاقة دي هتلبي لي احتياجي ولا لأ؟ لو الإجابة هكمل، لو الإجابة لأ مش هستثمر فيها بكل بساطة. 2، هرفض وتقبل الرفض عادي، ما يرفضوني، ايه المشكلة يعني؟ ما تبقاش رد فعل، وثق في أحكامك. لو شخص سلوكياته، تصرفاته، أسلوبه في التعامل مش مناسب ليك، مارس حقك الطبيعي في الرفض، ومن حقك انك ما تدخلوش في الدائره القريبه منك بدون اي خجل او خوف. بس في حاجه مهمه، عشان تخلي الناس او تدي الناس حريه ان هم يرفضوك لازم انت كمان تمارس حقك في الرفض. تاكد تماما ان الشخص اللي انت رافضه هو كمان رافضك. 3، احنا مش بندفع تمن للناس عشان يحبونا. المساعده مش تمن عشان الناس تحبني. المساعدة اللي هتكون خارجة من منطقة بحث عن القبول، من منطقة إرضاء الآخرين، اللي هضغط فيها على نفسي، اللي هضيع فيها مصلحتي، دي مساعدة بخوف، هترجع لي جحود، هترجع لي عدم تقدير، عدم شكر، محدش هيشوفها. المساعدة بتخرج مني في الوقت اللي أنا أحدده، بالشكل اللي يناسبني، للشخص اللي أنا عايزة أساعده. أنا من حقي أختار امتى وازاي اساعد، من حقي اختار الشخص اللي اساعده، ومن حقي ان انا ارفض المساعده لو كانت ما تناسبنيش. اقرا العلامات وتعامل. الشخص اللي بتعمله 50 حاجه كويسه وترفض تعمله حاجه واحده بس علشان ما كانتش مناسبه ليك فيتغير عليك، ده شخص مش صديق محتمل. فما تستثمرش في علاقه من النوع ده، واوعى تروح تساله وتقول له هو انت اتغيرت عليا ليه، لانه لو هو كان عايز يطور علاقته بيك وكان شايف ان هو عايز يكون صديق ليك هيجي لك ويقول لك انا اتضايقت منك من الموقف الفلاني. فمعنى ان هو ابتعد في صمت ان هو مش عايز هو كمان يستثمر في العلاقه دي، فاحترم قراره وابعد في صمت انت كمان. لما حد بيتجاوز حدوده بنوقفه عند حدوده، مش بنتكسف نعمل ده علشان ما يبقاش اسمنا بتوع مشاكل، لا. بنوقف الشخص عند حدوده، بنوضح له انه ده ما يصحش او انا مش هقبل ده باسلوب كويس على طول. ما بنسكتش لغايه ما نكتم في نفسنا وبعدين ننفجر مره واحده، لا. ومفيش حاجه اسمها اني مش هحط للشخص حدود علشان احافظ على الود، لان خدها مني كلمه، الود اللي قايم على ان الشخص يتجاوز حدوده هو ود زائف. خرجت حد مؤذي من حياتك ما بتدخلوش تاني. معنى انك تدخله مره تانيه في حياتك هو كارت بلانش ان هو يأذيك مرة تانية. انت مش على راسك بطحة، اتقبل عيوبك واشتغل عليها، لكن ما تتعاملش مع نفسك ان انت بس اللي فيك عيوب، الناس كمان كلها عندها عيوب، بس الفرق اللي بينك وبينهم ان هم بيعرفوا يخبوا عيوبهم لكن انت عيوبك واضحة، فعشان كده بيبروزوك ويطلعوك على المسرح. كشخص لطيف كنت دايما احب ان انا اتكلم مع الناس عن احلامي، عن اهدافي، عن طموحاتي، عن مشاكل الاجتماعية والاسرية، ظنا مني
ان انا لما اتكلم في الحاجات دي ان انا هخلق ود بيني وبينهم، ان هم هيتعاطفوا معايا، ان هم هيشجعوني. لكن في الحقيقة ان ده ما كانش بيحصل. اللي كان بيحصل هو ان الناس بتعرف انت بتفكر في ايه، بتعرف احلامك ايه، فبيبتدوا يحاربوك ويبتدوا ان هم يعايروك بفشلك، او يعايروك انك ما حققتهاش، او يعايروك بمشاكلك اللي انت حكيتها لهم. ما تديش نقط ضعفك للناس على طبق من فضة، لان هم هيحاربوك بيها. ما تقبلش ان حد يقلل منك او يتجاهلك في ابسط التصرفات. ما تقبلش ان حد يقطعك. لما حد يقطعك وقفه وقول له بعد اذنك اكمل جملتي وبعد كده اتكلم. ما تقبلش ان حد يتجاهل رايك في اي قعده ويتعامل مع نفسه ان هو ما سمعش رايك ويكمل في طريقه. لا، وقفه وقول له انا قلت الجمله الفلانيه دي ومحتاجه منك تعليق، ولازم تصر على ان دي طريقه التعامل اللي تكون موجوده، ان رايك يحترم، انك ما تتقاطعش. الحاجات دي كلها لما بتسيبها مع الوقت بتكسر فيك وبتهد ثقتك في نفسك. ما تسمحش لحد انه يهدك ويكسر لك ثقتك في نفسك. رايك مهم ولازم يحترم، لا يتقاطع ولا يتجاهل. اخيرا عايزه اقول لكم على كلمه مهمه. العلاقات الحقيقيه مش بتتبني باللطف والطيبه وانك تضغط على نفسك علشان الناس ما تزعلش. العلاقات الحقيقيه بتتبني بان يبقى فيه قدر من التشابك والتلاحم والتصادم، وانه انا انت عملت حاجه مش عجباني او ضايقتني فبقول لك لا على فكره انا اتضايقت من ده، وهو برضو يقول لك انت عملت الحاجه الفلانيه فانا اتضايقت. فابتدينا ان احنا نفكر والله عايزين نطور العلاقه دي، فهنبتدي ان احنا كل واحد يشوف الحاجه اللي بتضايق التاني فما يعملهاش، فالدنيا تكون افضل. العلاقات الحقيقيه بتتبني بانك تعبر عن نفسك، تعبر عن رايك، ما تسمحش لحد انه يتجاوز حدوده، انك تحترم نفسك وتقدرها، وما تسمحش لحد انه يكسرك او يهينك او يقلل منك او يقلل من احترامك لنفسك. ارجوك لو انت شخص بيسعى لارضاء الاخرين، ارجوك توقف عن هذا السلوك، لانه حقيقي سلوك مدمر. ولو انت شخص مشيت السكه للاخر واحترقت نفسيا زي حالاتي، فانا احب اطمنك واقول لك اني بجهز لفيديو مهم جدا ودسم عن الاحتراق النفسي. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات اهم الدروس اللي انتوا اتعلمتوها في التعامل مع الناس في 2025، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات تانية. تحياتي سوزان محمد سعيد. باي باي.